بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. خلاص العيد جاي، الفرح جاي. يا رب كده يفرحكم ويفرح لكم أولادكم ويجعلوا عيد سعيد علينا جميعا يا رب العالمين. أنا النهاردة نزلت أجيب مستلزمات الكحك، وبالنسبة لي أنا لما بروح أجيب مكونات الكحك دي بتبقى بالنسبة لي فرحة، فقلت بقى تشاركوني فرحتي وتشوفوا الحاجة اللي أنا جايباها. ان شاء الله السنة دي هنعملوه كحك اقتصادي ما يكونش مكلف بإذن الله. جبت 2 كيلو سمنة نباتي، اي نوع سمنة نباتي انت تحبيه. عايزاها سمنة جنة، سمنة كريستال، اللي انت عايزاه. الكيلو انا جايباه ب100 جنيه. وجايبة 2 كيلو زبدة فرن، عشان بإذن الله هخلط السمنة النباتي مع الزبدة الفرن يعني بيدوا طعم جميل خالص يعني بصراحة. وكيلو الزبدة الفرن عامل 128. وجبت كورة زبدة بلدي بقري علشان خاطر بإذن الله اعمل بيها الغريبة، لان انتوا عارفين ان الغريبة من غير سمنة بلدي ما تبقاش غريبة بقى. واشترينا شوية حاجات كده هوت، حبة روايح حلوين، محلب، بيكنج باودر، فانيليا، جوزة هند علشان خاطر البسكوت، ونشادر، وشوكولاتة علشان خاطر البيتي فور، وجبنا طبعا سمسم. وان شاء الله هعمل لكم العجمية بالملبن بإذن الله بمنتهى البساطة. وجبت عجوة منسولة، انا بحب اعمل العجوة المنسولة دايما، بحط عليها معلقة سمنة بلدي ومعاها سمسم، وكلهم في بعض بقى كده، اخلطهم ببعض واحشي بيها القرص او احشي بيها الكحك. بتبقى حاجة في منتهى الجمال طالما يعني خلطة العجوة بالسمنة البلدي بالظبط. يعني الكحك لما تاكليه كأنك عجناه بسمنة بلدي. زي ما انتم شايفين المكونات حاجة تفرح كده وفي منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله. واهم حاجة يا جماعة لما تيجوا تشتروا الدقيق ما يكونش دقيق بيطرد السمنة، علشان خاطر لو الدقيق بيطرد السمنة الكحكة هتطلع معاكم ناشفة وكده، هيبقى طعمه مش حلو خالص. وانا بحب اجيب السمسم متحمص ومتنقي، لو انتوا عايزين تجيبوه ابيض وتحمروه في قلب السمنة مفيش اي مشكلة، برضو يبقى جميل خالص. اهو زي ما انتوا شايفين الدقيق انا جايبه 5 كيلو دقيق. يا جماعه الدقيق اسعاره متفاوته في السوق، في ب19 وفي ب20 وفي ب25 و26، كلها اسعار متفاوته. اهم حاجه تكونوا جايبين الدقيق من عند واحد بيبيع دقيق مخصوص للكحك، علشان ما يدكمش دقيق يطرد السمنه. اهو بسم الله ما شاء الله الحاجه في منتهى الجمال، مجرد انكم تشوفوها كده هوت على طول تحسوا ان العيد بقى خلاص جاي. بسم الله ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين وربنا يسعد لكم ايامكم يا رب.